مع انسنج وبيستنتجوا انهم محتاجين مركبه عشان تقدر انها تنقلهم للمكان اللي هم عايزين يروحوه. ساعتها بيلاقي موتوسيكل قدام البار ده، ودخلوا هما الاثنين البار، وكان في ناس بلطجيه كتير قوي. هي كانت عايزه تكسب الموتوسيكل، وساعتها كانت بتتحدى 2 من الرجاله دول في مسابقه، والمسابقه كانت مع اسحاق، كانت مسابقه ريست، وبتتحدى اي حد انه يقدر يكسب اسحاق. طبعا كلنا فاهمين ده ليه؟ لان اسحاق اصلا انسان آلي قوي. فعلا كان باين قوي على اسحاق انه قوي للغايه، وساعتها عرف انه يتغلب على البلطجي ده بكل سهوله، وخدوا الموتوسيكلات ومشوا. بعد شويه بنشوف الضيوف الفضائيين وهم قاعدين مع جوردن في البيت وبيتعشوا، وساعتها كانت مرات جوردن مبسوطه قوي وعماله تتكلم ان قد ايه هي مبهوره ازاي جوردن بيفهمها قوي كده. بس في الحقيقه هو ما كانش قايل لها الحقيقه عن ماضيه، وانه يعرف عنها حاجات كتير جدا بسبب التليفون اللي كان معاه. بعد العشاء بيدخلوا يتكلموا مع بعض في الاوضه، وكان القائد ايد بيحاول انه يقنعه انه يرجع معاه للمستقبل، وساعتها جوردن كان رافض. بيقول له انا ما عرفتش اعمل اي حاجه في المستقبل وما كانش ليا اي لازمه، انما هنا انا عارف احقق ذاتي، وانا طول عمري لاكتر من 3 سنين